الجزء الثالث من معالجات ب 800 جنيه لحد 40,000 جنيه. اعملوا لي فولو عشان نفسي اوصل 10,000 اخ واخت، يلا بينا. اول معالج انا غيرت الصراحه، مش كل مره هنحط رايزن، لا خلاص هرينا رايزن مراجعات، عملنا فيه كل حاجه. نيجي عند انتل شويه بقى. الانتل عندك معالج واحد بس في الفئه دي هو اللي جامد، الاي 5 13400 اف 10 كور 16 ثريد. الماكس سبيد بتاعه 4.6 جيجا هرتز، حاجه جميله جدا، ولكن في خازوق واحد بس، الكاش 20 ميجا. فليه بقى بعد كل ده؟ لو ال 5600 اكس اصلا 32 ميجا، انت ليه تعملي كده؟ طيب مش فاهم ليه انتل. بس غير كده الصراحه انا شايف ان المعالج ده ممتاز جدا بسبب دي دي ار 4 ودي دي ار 5 بتاعت الرامات، بيدعم الاثنين دول، فالموضوع جامد الصراحه. نيجي للمعالج اللي بعده من رايزن. الصراحه بقى ما لقيتش حاجه حلوه غير من رايزن. الرايزن 5 7600، مش اكس ولا اف ولا اي حاجه، لا 7600 زي ما هو كده. 6 كور 12 ثريد، السبيد بتاعه 5.1، جميل جدا وكل حاجه، ولكن هيبقى في الالعاب. لو انت عايز برمجه وفوتوشوب هتروح للانتل اي 5 13400 اف. شوف كنا على طول بنرشح رايزن في البرمجه والفوتوشوب، دلوقتي بقينا بنرشح انتل. متخيل يا اسطى الدنيا وصلت لفين؟ يا سبحان الله بجد. السبعة 600 تمنه 8500 جنيه. انا عارف ان في شخص براس مربع دلوقتي في الكومنتات هيجي يكتب لي يقول لي انت نسيت ال 2014 400 اف، اقول لك لا ما نسيتوش، بس هو الحقيقه ان هو غالي جدا على السعر. مواصفاته هي بالظبط الاي 5 13400 اف، ما عدا حاجه واحده بس، بدل ما كانت سرعه المعالج في الاي 5 13400 اف 4.6 جيجا هرتز، عملوا بقى يا اسطى طفره ما يقولكش، بقت 4.7. متخيل الفرق؟ يا نهار ابيض بجد. لا لازم نهني الشركه دي يعني بجد يا جدعان، اللي تحتاج انها اي 5 13400 اف عند اي جي كمبيوترز ب 6200 جنيه، هتلاقيه سايب لك لينك في البايو. والاي 5 14400 اف ثمنه 6800 جنيه، هتلاقيه برضو عند اي جي كمبيوترز. ودول افضل معالجين في السوق ممكن تجيبهم بالسعر ده، رايزن 5 7600 والاي 5 13400 اف. ما تدورش على حاجه تانية بقى، انا جبت لك من الاخر.